السلام عليكم. النهاردة هنعمل مع بعض كيكة الموز أو البنانا بريد. الكيكة دي من أسهل وأحلى الكيكات اللي ممكن تجربوها. مش هتاخد معاكي وقت ولا مجهود ولا كمان مكونات، لأن مكوناتها سهلة وموجودة في كل بيت. كيكة هشة وطرية. هتنجح معاكي من أول مرة. ياريت بقى لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وتعملي شير وسبسكرايب للقناة، ويلا نقول الطريقة. اول حاجه هنبدا بيها هنجيب بوله فاضيه وهنحط نص كوبايه من الزيت. طبعا ممكن نستبدل الزيت بالزبده. وبعد كده هنحط كوب الا ربع من السكر. طبعا احنا عايزين السكر يكون فاتح علشان الكيكه يعني تكون فاتحه معانا. بعد كده هنخفقهم بالمضرب الكهربائي، وممكن كمان نستخدم المضرب اليدوي. احنا عايزين السكر يدوب في الزيت، يعني نوعا ما كده ايه، مش لازم بنسبة 100%. بعد كده بقى هنجيب 3 موزات، هنقشرهم وهنهرسهم بالشوكة. هنهرسهم هرس، يعني نحاول نخليهم هرسهم هرس ناعم. هنضيف الموز على الزيت والسكر اللي احنا خفقناه بالمضرب وهنكمل خفق. طبعا احنا عايزين القوام ده يبقى لونه فاتح، وكمان نحاول ان احنا ندمج الموز مع الزيت والسكر، يعني يبقوا قوام واحد وعجينة واحدة. خلوا بالكم احنا مش هنحط اي سوائل خالص في عجينة الكيك. احنا هنكتفي المادة السائلة هي الزيت. احنا مش هنحط لا حليب ولا اي مادة سائلة تانية خالص. لان في الاخر القوام بتاعها هيبقى مظبوط زي ما انتوا هتشوفوه دلوقتي. احنا هنخفق كويس جدا لحد ما اثار الموز، او يعني ما يبقاش فيه اثر لقطع الموز في القوام. بعد كده بقى هضيف البيضتين، طبعا يفضل يكونوا بدرجة حرارة الغرفة. بعد كده بقى هحط رشة من الفانيليا علشان يعني ريحة زفارة البيض. هنخفقهم كويس جدا لحد ما اثر البيض يروح خالص. طبعا احنا محتاجين في الخطوات دي كلها ان احنا نخفق كويس علشان القوام يبقى فاتح، وكمان الكيكة يعني تطلع هشة معانا. وبعد ما خفقنا الخليط ده كويس هننزل بقى بكوباية ونص من الدقيق الأبيض، وعليهم بقى المكون السحري اللي هيفرق في الهشاشان بتاع الكيكة يخليها هشة، وهي معلقة من النشا، وعليهم معلقة من بيكربونات الصوديوم أو البيكنج باودر. بعد كده بقى حطيت لهم كمان رشة صغيرة من الملح، وهكمل خفق المكونات. طبعا احنا هنحاول ان احنا ما نخفقش قوي في الخطوة دي. يعني ايه، اول حاجة احنا هنخفق لحد ما اقصار الدقيق دي تروح. بعد كده هنلم جوانب البولة بالمعلقة او بالسباتيولا، وبعد كده هنخفق تاني. طبعا يا جماعة لو بنشتغل بالمضرب اليدوي نقلب من فوق لتحت في اتجاه واحد، ويدوبك لحد ما أثر الدقيق يروح. هنبطل خفق. بعد كده بقى هنحط، دي طبعا الخطوة الاختياري، هنحط أي نوع من المكسرات يكون موجود عندنا. نكون يعني عاملينها كده مجروشة، متوسط. هنحطها في الكيكة. ممكن طبعا تحطوا أي نوع، سوداني، عين جمل، أي حاجة انتوا تفضلوها. وهنديلها تقليبة بسيطة. بعد كده القالب بتاعي أنا مبطناه بمسحة زيت وعليها معلقة من الدقيق. هنزل بالخليط بتاعي وعليهم رشة من الشوكليت شيبس. طبعا أنا كنت مسخنة الفرن قبلها يعني بأكتر من 15 دقيقة طول ما أنا بشتغل في الكيكة، والفرن شغال علشان أول ما أحط الكيك يبقى سخن. طبعا زي ما انتوا شفتوا القوام بتاع الكيكة تقيل، هيحتاج من 50 ل60 دقيقة في الفرن. طبعا هنقفل على الفرن، مش هنفتح خالص علشان الكيكة ما تهبطش. وبعد كده هنختبرها بالعود الخشبي، وزي ما انتوا شايفين العود طالع نضيف كده، تبقى خلاص الكيكة استوت. هنسيبها بقى تبرد شوية. انا طلعت الكيكه بره القالب تبرد شويه. بصراحه ما صبرتش عليها كتير، يعني كانت لسه سخنه شويه. بس بصراحه يعني زي ما انتم شايفين انا مش محتاجه اتكلم، النتيجه واضحه. الكيكه هشه، مفرغه من جوه، مش مكتومه خالص. طبعا المكون اللي احنا حطيناه اللي هي النشا بجد رهيب في الكيكه. يعني انا عايزاكم تجربوه، حلو جدا، بيفرق في الكيكه. الكيكه طالعه يعني نافشه كده وهشه وطريه من جوه. يا ريت بقى تجربوها. لو وصلتوا لحد هنا وعجبكم من الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة، وما تنسوش تقولوا لي رأيكم في التعليقات. مع السلامة.